السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بهذا الفيديو راح اعلمكم كيف تشحنوا اي برنامج شات او اي برنامج، تمام، من خلال الدفع بالليرة السورية او عن طريق سيريتيل كاش او امتين كاش او رصيد ارسل او باير او بنك ببارة في تركيا او عن طريق فودافون كاش في مصر. احيانا هاي اللي بتكون عندي متوفرة. اول شي بنفوت على شحن التطبيق، تمام. بنفوت مثلا نشحن بيجو لايف، تمام يا شباب. لهون عم بيقول لك ال100 نقطة حق $2.10، تمام. 200 نقطة كذا، 200 وهيك. عرفت انه هيك تشحنه، تمام. هلا بدنا نعلمك كيف طريقة الشحن. هلا هاي الكواي واي شي، تمام. طيب هلا هدول ست برامج متوفرة. طيب بدك تشحن تطبيق غير الست برامج هدول، بتفوت هون على الشات، تمام. بتفوت على الشات بتكتب انه بدي اشحن تطبيق الفلاني، تمام، وراح يرد عليك باسرع وقت. طب هلا كيف راح نشحن؟ بنفوت لهون، تمام. مثال، بنحط على ايداع المال، تمام. بنحط مثلا سيريتيل كاش، بدك تدفع عن طريق سيريتيل كاش، بيقول لك حول لهذا الرقم، تمام. خيو كل 15,000 ليرة بتساوي $1. هون بيقول لك كل 15,000 ليرة بتساوي $1. يعني انت كل ما بتحول 15,000 ليرة بتساوي $1. انت بعد ما تحول بترسل صورة الاشعار او رقم التحويلة الى الدعم الفني تبع البوت، تمام يا شباب. تنشر له، تبعت له صورة الاشعار، تمام يا شباب. طب نفوت على شحن التطبيقات. بنفترض بدنا نشحن بيجو لايف، تمام يا شباب. بدنا نفترض بدنا نشحن 500 نقطة بيجو لايف، تمام يا شباب. 500 نقطة، هون عم بيقول لك حقها 500 نقطة 1200 سنت، يعني $12. تمام يا شباب. بنفوت على الآلة الحاسبة هون، بنحط $12 ضرب 1500 مثل ما محطوط بالإيداع، تمام. بيطلع حسابك 18,000 ليرة، 180,000 ليرة. فأنت بتبعت 180,000 ليرة على أي رقم، سواء كان سيرتيل كاش أو رصيد أرسل، تمام، أو بتبعت بقيمة $200 تحاكيني، أو بتبعت مثلا 180,000 ليرة رصيد سيرتيل كاش أو امتين كاش. فورا بيتم إضافة $12 مثلا على حسابك، وأنت فيك تقوم تشتري بهاي الشحنة. هذا الفيديو اليوم بس انه قسمنا عم نحكي على قسم التطبيقات. ان شاء الله للقادم في فيديوهات اكثر. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة ورابط البوت. هاي اسم البوت يا شباب، اسمه النخبة، ابحثوا عليه، تمام. واسم البوت راح تلاقوه بصندوق الوصف.